السلام عليكم، أهلا بيكم كل متابعي نسر التحليل في كل مكان. فيديو جديد، كملوا للنهاية، أتمنى يعجبكم. انزل اهبط اللايك الجميل وتعال احكي لك كل التفاصيل. النهاردة هنتكلم عن أقوى 5 صفقات في الدوري المصري لحد دلوقتي، واللي هتغير شكل المنافسة في الموسم الجديد. من لاعب خط نص تونسي لنجم الترجي لمهاجم أنجولي سريع وأمهر من نار وعمل ماتشات ممتازة في الوديات، لصفقة برازيلية جامدة جدا من بيراميدز لتعويض رحيل إبراهيم عادل. كمان عندنا محترف مغربي لاعب في الزمالك والوداد وسجل هدف في نهائي إفريقيا ضد الأهلي، وحارس مرمى ليه إنجازات كبيرة مع منتخب بلاده في إفريقيا. والملحوظة المهمة إنما هنحط لاعب واحد فقط من الأهلي في القائمة دي علشان نضمن العدالة بين الأندية. مستعدين؟ يلا بينا نبدأ. من المركز الخامس لحد ما نوصل لأقوى صفقة في الدوري المصري. في المركز الخامس محمد أبو جبل، الحارس اللي مش غريب عن الساحة. أبو جبل انتقل من البنك الأهلي لمودرن سبورت في صفقة هامة جدا للفريق الصاعد. اللاعب ده مش مجرد حارس مرمى، ده واحد من أفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية. مع منتخب مصر كان ليه دور كبير في وصول الفراعنة لنهائي كاس إفريقيا 2021 ضد السنغال، وكان هو أفضل لاعب في البطولة بفضل تصدياته الرائعة وأدائه المبهر. واللي بيزيد من قيمته إنه كان دايما في الموعد لما الفريق كان يحتاجه، سواء في الأوقات الصعبة أو في المباريات الكبيرة. لكن زي ما كلنا عارفين، الموسم الماضي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وده أثر عليه بشكل كبير وقل ظهوره في المباريات. ولكن الموسم ده محمد أبو جبل رجع بشكل أقوى بعد فترة تعافي طويلة، ومن المتوقع نشوف منه مستوى ممتاز ويرجع لمستواه الكبير اللي عودناه عليه. صفقة قوية جدا لمودرن سبورت، والكل مستني يقدر يثبت نفسه تاني ويكون ليه تأثير إيجابي على الفريق. في المركز الرابع محمد أوناجم، اللاعب الكبير صاحب الخبرات الإفريقية العريقة. أوناجم لاعب موهوب جدا، لعب مع الزمالك والوداد وحقق نجاحات كبيرة في البطولات القارية. ومن أحلى لحظاته مع الزمالك هدفه الجميل قدام الترجي لما شاط الكورة من مسافة بعيدة جدا وركنها في الزاوية، وواحد من أجمل الأهداف في تاريخ البطولات الإفريقية. ومش بس كده، مع الوداد كان ليه دور كبير في تحقيق البطولات، ومن ضمن أهم أهدافه كان الهدف اللي سجله أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. هدفه ده يعتبر من الأهداف اللي تخلد في تاريخه، بس المباراة انتهت بفوز الأهلي بالبطولة. محمد أوناجم عنده الخبرة والسرعة والمهارة اللي تخليه من أفضل اللاعبين في مركزه، ومع انتقاله كهربا الإسماعيلية الفريق اللي لسه صاعد، أعتقد هيكون ليه تأثير كبير جدا على الفريق في الدوري المصري. وجوده هيخلي كهربا الإسماعيلية أقوى هجوميا، وأوناجم عنده القدرة على تقديم أداء مميز هيفرق في المباريات الكبيرة. أداؤه في المباريات الودية الأخيرة مع النادي كان كويس، وبيأكد إنه داخل الموسم بطموح عالي ورغبة في إثبات نفسه من جديد. ولو حافظ على لياقته ممكن يكون القائد الحقيقي لهجوم النادي في الموسم الجديد. في المركز الثالث شيكو بانزا، مهاجم أنجولي مهاري جدا وأحد أبرز اللاعبين المنتظر منهم الكثير في الدوري المصري. بانزا قدم مستوى ممتاز في المباريات الودية مع الزمالك، وكل اللي شافه أشاد بمهاراته الكبيرة. هو من النوعية اللي جماهير الزمالك بتحبها، لاعب سريع جدا عنده قدرة هائلة على المراوغة والتحرك في المساحات، وده بيخليه ليه شكل تهديد مستمر على الدفاعات. أهم ما يميز بانزا هو قدرته الفائقة على المرور من لاعب للاعب، وده اللي بيخليه خطر في المواقف الفردية. الكل متوقع إن تشيكو بانزا هيكون من أفضل الصفقات اللي عملها الزمالك في الفترة الأخيرة، وده بسبب السرعة والمهارة اللي بيمتلكها. أعتقد إنه هيكون مفتاح مهم في الهجوم، ويقدر يسجل أهداف حاسمة وكمان يخلق فرص لزملائه. الجماهير متحمسة ليه جدا، لأن النوعية دي من اللعيبة دايما بتحقق فرق كبير، وفي رأيي هيكون ليه تأثير قوي جدا في الموسم ده. في المركز الثاني الموهبة البرازيلية إيفرتون سيلفا، نجم بيراميدز الجديد. النجم البرازيلي بيبلغ من العمر 28 سنة، وبيتميز بقدرات كبيرة في مركز الجناح الأيمن والهجوم، مع مهارات رائعة في المراوغة والقدرة على التسجيل وصناعة الأهداف. إيفرتون سيلفا موهبة برازيلية فاذة، وسبق ليه اللعب في أندية كبيرة زي سلافيا برايتشيكي وبانيك أوسترافا، وقدم مستويات مميزة هناك. لعب 70 مباراة مع أندية تشيكي، وساهم في 43 هدف، سجل 30 هدف وصنع 13 آخرين، مما يعكس قدرته العالية على التأثير في المباريات. بعد رحيل إبراهيم عادل اللي كان من أفضل لاعيبة بيراميدز في الموسم الماضي، يترقب الجميع إيفرتون سيلفا، خاصة وإنه قد يكون هو خليفة كينو، النجم البرازيلي اللي ترك بصمة واضحة في بيراميدز. هل هنعرف نشوف لاعب بمهارات برازيلية زي كينو؟ ده اللي هنشوفه في الموسم ده، لكن المؤشرات الأولية بتقول إنه ممكن يكون إضافة كبيرة للفريق. وفي المركز الأول محمد علي بن رمضان، الصفقة الأقوى في الدوري المصري بلا أي نقاش، وصفقة الأهلي اللي عملت شخصية للأهلي. بن رمضان نجم كبير جدا، عنده خبرات إفريقية ودولية، وكان من العناصر الأساسية في منتخب تونس، وكمان مع الترجي التونسي حصد بطولات كتير وظهر دايما بثبات وقوة. ومن أول ما لبس تيشيرت الأهلي أثبت إنه إضافة مختلفة.
في كأس العالم للأندية قدم مستوى عالي جدا قدام فرق كبيرة، وكان عنده حضور قوي وسط النجوم. لكن اللحظة اللي خلت الجماهير تنبهر بيه فعلا كان هدفه العالمي في مرمى بورتو. تسديدة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الزاوية وخلت كل الناس تتكلم عنه. هدف مش بس عالمي، هدف لاعب كبير جدا. بن رمضان لاعب خط نص متكامل، بيعرف يدافع ويهاجم، يقطع كورة ويوزع، يتحرك في المساحات ويدخل منطقة الجزاء في التوقيت الصح. وده جنب هداف الدوري إمام عاشور هيخلي نص ملعب الأهلي نار وسيطرة شبه كاملة على أي مباراة. دلوقتي بقى السؤال، هل في فريق في الدوري المصري هيقدر يوقف الثنائي ده، ولا الأهلي كده بقى عنده وسط ملعب لا يقهر؟ وطبعا احنا مش بنفرض رأينا، ومش لازم رأينا هو اللي يكون صح. ومين عارف، ممكن جدا أبو جبل يرجع لمستواه العالي ويتألق من تاني، ونشوفه بيرجع لحراسة مرمى منتخب مصر زي زمان، ويمكن كمان يكون الحارس الأساسي في كأس العالم اللي جاية. وممكن نشوف محمد أناجم وهو بيستعيد مستواه اللي كان عليه في أيام الزمالك ويبقى هداف الدوري المصري، خصوصا إنه عنده الإمكانيات والخبرة اللي تخليه يعملها. وما نستبعدش إن شيكو بنزا يخطف الأضواء ويبقى أهم لاعب في الزمالك ويوصل لمكانة كبيرة عند الجماهير زي ما حصل مع زيزو. أما إيفرتون سيلفا نجم بيراميدز فممكن جدا يكون هو كينو الجديد ويقدم نفس الأداء الممتع اللي خلى كينو واحد من أحسن المواهب اللي لعبت في الدوري المصري. لكن من وجهة نظري محمد علي بن رمضان هو أقوى صفقة في الدوري المصري لحد دلوقتي. الراجل عنده شخصية هوية واسمه كبير، وده بيخليه يفرق عن أي لاعب تاني. مش بس موهبته، لكن حضوره في الملعب بيخلي الكل حاسس إن في قائد موجود. لسه الموسم طويل ولسه صفقاتها هتبدأ تبان أكتر في أرض الملعب، لكن لحد دلوقتي بن رمضان هو رقم 1 في الميركاتو. وبكده نكون خلصنا جولتنا مع أقوى 5 صفقات في الدوري المصري. كل صفقة منهم وراها قصة ومجهود وطموحات جماهير مستنية تشوف نتائجها في الملعب، والأكيد إن الموسم ده هيكون نار والعيون كلها على الصفقات الجديدة. كل واحد فيهم جاي علشان يثبت نفسه ويعمل أداء قوي. قول لي في الكومنتات مين من ال5 صفقات دي شايفه هيكون أقوى صفقة، ومين شايف إنه مش هيطلع قد التوقعات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن الكرة المصرية. استناني في فيديو جديد، وسلام.